اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذه حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الحلقة وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا. وبشيخنا السعيد، مرحبا. مرحبا أخي. حبيبي فيك. الله يبارك فيك. حتى تستانسوا، شعار أردنا من خلاله أن نقترب من الآداب العامة لدخول البيوت. طيب، في عالمنا المعاصر الحديث أصبح الهاتف النقال يدخل البيوت، ربما بإذن منا وأحيانا بين قوسين رغما عنا. للهاتف النقال أحكام تتعلق بكيفية الاتصال وأوقات الاتصال وحرمة الاتصال، ربما في أوقات لم يعهد الناس أن يتواصلوا فيها. كل هذا نحاول أن نقاربه تحت شعار حتى تستانسوا، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها. الهاتف النقال حتى نستانس. شيخنا السعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآية يا أخي أحمد آية تزرع القيم، آية تقوي منظومة القيم في الإنسان وفي الأسرة وفي المجتمع، وتضبط العلاقات الاجتماعية. ربنا سبحانه حينما قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها إلى آخر الآية. فبدأ بالاستئناس قبل الاستئذان، وهذا فيه دلالات عميقة جدا ذكرناها في الأسبوع الماضي، ذكرنا بعضها، لا حرج من إعادة بعضها. تفضل. فالاستئناس مطلوب لأنه يدخل الأنس إلى القلب، يدخل الراحة والطمأنينة والسكينة إلى قلب الإنسان. بل ذكرنا حتى تتمة الآية حينما قال رب سبحانه عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا شك أن الإنسان وهو يخاطب من وراء الباب أرجع، يعني لأن الوقت كما قلنا قد يخطئ الزائر تقديره، يخطئ في التقدير، ولكن شرعنا الحنيف يرفع من أخلاقنا ويرفع من أذواقنا إلى المستوى الرفيع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولكن الذي رجع لا شك أن قلبه ربما مكسور، يحتاج إلى جبر خاطر. صحيح. ولكن رب سبحانه يجبر خاطره بقوله: هو أزكى لكم، يعني أزكى للذي رجع وليس للذي أرجع. الذي أرجع له ظروفه، لأنه الإسلام يريد أن يزرع الألفة والأنس والطمأنينة والسكينة والراحة، ويقوي العلاقات ويوثق العلاقات بين الناس. هذا ذكرناه فيما سبق، ولكن اليوم نتحدث عن، كما قلت يا أخي أحمد، عن الهاتف النقال. هذا مما أفرزه التطور التكنولوجي الحديث في مجال الاتصال. هذا أمر مهم جدا، يقرب المسافات ويكسب الأوقات وإلى آخر. عنده إيجابيات لا تعد ولا تحصى، إيجابيات كثيرة. يسعد الأحباب، يتواصل الناس رغم المسافات البعيدة. ولكن زمان يعني كما يقول لك الإنسان لا يعرف قيمة النور إلا إذا اكتنفه ديجور الظلام. لا يعرف قيمة الإنسان قيمة النور إلا إذا اكتنفه ديجور الظلام. الزمان الاتصال صعب جدا، وربما الإنسان مغترب، يعني مهاجر، يبعث رسالة بعد شهرين أو 3 أشهر لتصل إلى أهله أو إلى أولاده أو إلى أحبابه. ولكن الحمد لله بهذه الوسائل العصرية عن طريق سكايب وكذا والإنترنت وهذه الشبكة، يعني أفرز التطور المعاصر العلمي المعاصر جملة من الإيجابيات، جملة من الوسائل المهمة جدا. ولكن هذه الوسائل
علماؤنا في الشريعة الإسلامية ذكروا قاعدة ذهبية في هذا الباب، يقول لك الوسائل لا حكم لها، ولكن الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد. صحيح. يعني فيما استعملت هذه الوسائل قد يتحول هاتف النقال إلى وسيلة إسعاد، قد يتحول إلى وسيلة شقاء. صحيح. قد يكون سببا في زرع المحبة والألفة، وقد يكون سببا في زرع الدمار والحقد والبغضاء والنزاعات. كم من قضية رفعت على مستوى المحاكم اليوم بسبب هذا الهاتف النقال، يعني بسوء الاستخدام، بسوء الاستعمال للهاتف النقال. فالآن أؤكد على موضوع نتاع الاستئناس. الإنسان حينما يزور آخر يعني بجسمه هكذا زيارة، يعني طبعا يجب أن يختار الأوقات المناسبة. صحيح. يختار، يعني يجب أن يفكر قبل أن يقرر الزيارة، هل هذا الوقت يسعد هذا الإنسان أم لا يسعده، يشقيه، أو يشقيه، هل يتعبه أم يريحه. صحيح. طيب، وهذا هو الاستئناس لم يذكر في القرآن الكريم حتى تستانسوا، ولكن ممكن بعض الناس ينسون تطبيق هذه الآية ويغفلوا عن تطبيق هذه الآية في مجال الهاتف النقال. يرفع الجهاز ويتصل دون نظر إلى الاختلاف في التوقيت، في الوقت ديكالاج نتاع الأوقات، وكاين بين دولة ودولة 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات. طيب، ممكن مناسب للمتصل ولكن غير مناسب تماما للمتصل به مثلا. وربما أيضا أوقات الصلوات، يعني وقت الجمعة مثلا، يعني احنا عارفين في بلادنا مثلا وقت الصلاة يبدأ من الساعة 1، الدرس، وبعد الإمام يكون داخل المسجد أو المدرس يكون داخل المسجد والناس عموما داخل المسجد إلى غاية 21 أو 21:30 ثم تبدأ الخطبة وهكذا. الذي يتصل على الساعة 1:30 أو 41 معناه لم يفكر أساسا في هذا الوقت هل هو مناسب أم غير مناسب. هو بالضرورة خارج المسجد أصلا، هو يكون بالضرورة خارج المسجد ولم يفكر في ذلك الشخص المتصل به. إذن قد يكون هذا الهاتف إذن سببا لزراعة هذا الشقاء، وربما ينغص العلاقات ويثقل. وكذلك أوقات العمل، إذا كان الذي نعرفه في واقع الحياة أنه قبل ظهور هذا الهاتف النقال اللي بغى يزور موظف مثلا ينتظره إما بعد منتصف النهار أو في نهاية الدوام، يعني في نهاية العمل في المساء بعد الخامسة. أما الآن يرفع الهاتف النقال ويتصل بذلك الموظف. تصور يا أخي العزيز ويا أختي العزيزة أن هذاك الموظف يتصل به مثلا 50 60 100 واحد وربما أكثر. يعني هذا الموظف لا يشتغل، يبقى طول النهار وهو يرد على الهواتف، وإذا لم يرد قد يعاتب، قد يلام، ربما تأتي الرسالة كما ذكر الكثير، يعني يقول لك بعد المكالمات تأتي الرسائل القصيرة اللي فيها عتاب، يعني لماذا أتصل بك ولا ترد. يعني هذه طبعا احنا لا نعلم الظروف التي يعيشها ذلك الإنسان. أنا أتصل بأخي أحمد، أتصل مرة، أولا يجب أن أختار الوقت المناسب. صحيح. قبل أن أرفع سماعة الهاتف، هذا رقم 1. رقم 2، إذا اتصلت به ولم يرد مرة واحدة التمس له أعذارا. نقول ربما الأمر في المباشر مادام هو رجل إعلام، ربما راه في اجتماع عمل، في حلقة نقاش، في محاضرة، في أي مجال، في أي نشاط من الأنشطة، لذلك يجب أن ألتمس له أعذارا. هذا هو الخلق الذي يجب أن يكون سائدا فيما بيننا. جميل. لنستخدم الهاتف النقال استخداما سليما جيدا يزرع السعادة ولا يزرع الشقاء. بارك الله فيك شيخنا وأستاذنا الدكتور سعيد بويزري، وأحسن الله إليك. في هذه الجلسة المباركة تذكرنا بأن للهاتف أيضا آدابا وأخلاقا نحاول أن نتعلمها من خلال سلوكاتنا اليومية. على بركة الله، قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام في استقبال المكالمات الهاتفية، لا بأس في البداية أن نجيب على عبد الرحمن بن مرداس شيخنا، وهو يسأل عن هو يغادر البيت وبعد مغادرته بنصف ساعة يدخل وقت الظهر يسأل كيف يصلي أوقات. عفوا. نعم. طبعا أخي عبد الرحمن بن مرداس، هذا السؤال خاص بأحكام القصر. من رحمة الله عز وجل على الناس أن يسر هذه الأحكام. هناك رخص، الفقهاء يتحدثون عن أنواع من التخفيفات. نعم.
كاين تخفيف الإبدال، كاين تخفيف الإسقاط، كاين ألوان من التخفيفات، وهي تدخل في هذا الباب. وطبعا أصولها موجودة في الكتاب والسنة، على رأسها قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إلى آخر الآيات المعروفة. لنستخلص من هذه الآيات والأحاديث أن من مبادئ الإسلام التيسير ورفع الحرج. فإذا كان السفر قطعة من العذاب، طبعا قد يقول قائل هذا الكلام يصدق على السفر زمان حينما كانوا يسافروا بالجمال والبغال ومشينا على الأقدام، ولكن بصراحة المجرب لا تنسى طبيب. يعني حتى الآن السفر المعاصر والقلق الذي ينتابه والاضطراب والازدحام سواء في الطريق في الشوارع أو في دخول المطارات أو غيرها، طبعا هناك تعب معنوي، إرهاق عقلي كبير جدا. لذلك المهم احنا نبحث في هذه الأمور، لأن علة الرخصة هنا هي السفر. صحيح. ما قالش الرخصة إذا كان في السفر في القطار أو في الطائرة أو في السيارة اللي فيها مبرد وفيها كل شيء فيرفع هذا الحكم، لا. وهذه من باب التخفيف، وأي إنسان يجرب هذه الأحكام هذه الرخص سوف يجد راحته ويجد سكينته ويطمئن إلى سلامة الحكم الشرعي. لذلك يا أخي عبد الرحمن، أنت غادرت بيتك بعد نصف ساعة كما ورد في السؤال، دخل وقت الظهر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال القرآن الكريم. طيب، مادام دخل وقت الظهر بعد نصف ساعة من مغادرة بيتك، فأنت الآن يحق لك أن تستفيد من الرخص الشرعية في تقصير الصلاة وجمعها. يعني واش تدير؟ إما تتوقف عند أول مسجد إذا كان عندك مسجد قريب ثم، يعني في طريق ولا في المدينة اللي وصلت لها، أو يعني واحد يركن السيارة نتاعو ويصلي في الفضاء. وجعلت لي الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من نعم الله عز وجل اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لنا كمسلمين. طيب، تصلي ركعتين، يعني ركعتي الظهر، عندك حق تستفيد من هذه الرخصة. تصلي ركعتي الظهر بدل 4 ركعات تقصر ركعتين، وتصلي صلاة العصر جمع تقديم قصرا. أيوة. كي تكمل الظهر مباشرة تزيد تقيم الصلاة وتصلي صلاة العصر ركعتين. أيوة. وبذلك خلاص يعني وذمتك بريئة أمام الله سبحانه وتعالى، وتتفرغ لسفرك وأشغالك. قد يقول قائلنا: لا، نخليها حتى نوصل. نعم، هذا أمر يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، لأنه يسمهم الفقهاء الظهران، يعني يجمعهم وقت واحد. لذلك تجمعهم جمع تأخير، تصلي الظهر مع العصر جمع تأخير قصرا. إذا أنت عندك خيار أنك تصلي العصر مع الظهر في وقت واحد في وقت الظهر جمع تقديم قصرا. عندك حق باش تأخر الظهر إلى وقت العصر وإلى قبل المغرب جمع تأخير قصرا ركعتين. واللي ما بغاش يستفيد من هذه الرخصة يعني يصلي 4 ركعات كاملة. ولكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بارك الله فيك شيخنا، شكرا جزيلا شيخنا أستاذنا سعيد بويزري. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نشرع في استقبال مكالماتكم الهاتفية، في استقبال أسئلتكم وانشغالاتكم. ومن أضرار نبدأ الحلقة. محمد من أضرار. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبكم وطابت عليكم ومشاكم. الله ينورك محمد خويا، مرحبا. تفضل خويا محمد، الصوت ضعيف نوعا ما، ماذا بك ارفع صوتك، الله يجازيك. أخي أحمد، عندي 4 أسئلة. مرحبا بك محمد، تفضل. السؤال الأول: ما هي الوهابية وما هو المنهج الذي يسيرون عليه؟ لأن الأغلبية الناس ينكرون عن الوهابية مع العلم أنهم أقوام يوحدون الله جل وعلا. والسؤال الثاني: ما حكم قراءة القرآن بصوت جماعية بصوت واحد والذكر جماعي بعد الصلاة المكتوبة؟ وما حكم الإثبات بالخيلاء وبغير الخيلاء؟ ما حكم قراءة القرآن بصورة جماعية والذكر الجماعي وأيضا بصوت واحد، الذكر الجماعي بعد الصلاة المكتوبة؟
كيف؟ الذكر الجماعي بعد الصلاة الذكر الجماعي بعد الصلاة المكتوبة. أيوة. وما حكم إسبال بالإزار بالخيلاء أو بغير الخيلاء؟ فهمتني؟ بارك الله فيك. أيوة. الله يجزاك خير. الله ينفعك. الله ينورك أخويا محمد. شكرا. صحيح. شكرا. الله يخليك. كل التوفيق لك إن شاء الله. من أضرار إلى أين؟ طيب سنجيب على أسئلة محمد ثم نعود للتواصل مع مشاهدي الكرام. نبدأ بالسؤال الأول. هذا السؤال تفضل شيخنا. سؤال عن الوهابية. أيوة. قلنا يا أخي محمد أشكرك على اهتمامك بشؤون المسلمين. أولا نحاول نجاوب بشكل عام دون الدخول في التفاصيل، لأن شرعنا الإسلامي علمنا الإنصاف. ربنا قال في القرآن الكريم: لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال ربي في آية أخرى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. استحضار هذه النصوص يجعلنا ونحن نعالج هذه المسائل يجعلنا منصفين. لا بد أن نكون منصفين. من باب الإنصاف أن نقول أن هذه الوهابية، طبعا وقت لا يا أخي محمد لا يسمح لي أفصل في هذا الموضوع، فإذا فيه مكالمة أوقفني يا أخي أحمد. يعني لا سامحنا السيدة أم إسحاق ثم معلش نعود نستقبل السيدة أم إسحاق ونتوقف حتى نجيب على كل الأسئلة. سيدة أم إسحاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي تفضلي. أنا كنت سؤال يعني يقلقني بزاف. إن شاء الله خير. أني كنت حامل حوالي في الشهر الخامس. أيوة. وكإجراء عادي طلبت مني القابلة تاعي باش ندير ليكوغرافي. أيوة. ومن بعد رحت لطبيبة عامة. راك تسمع فيا الأخ؟ أسمعك سيدة أم إسحاق. أيوة. رحت للطبيبة عامة دارت لي ليكوغرافي العادي. كي رجعت للقابلة قالت لي بلي البيبي تاعك مشوه. أيوة. ومن بعد القابلة هذه قالت لي لا تروحي عند جينيكولوج سبيسيال. أيوة. كي رحت المرة الأولى شافوا قال لي صح هذا البيبي اللي مشوه، وعطاني دواء قال لي باش يطيح لك. أيوة. ومن بعد عطاني واحد الدواء ربما شهر هكاك ولا عاود رجعت لقيته باللي نفس الحالة مازالوا هكاك. هو بعث لي برية قال لي بعث لي للمستشفى. أيوة. ومن بعد أنا كي رحت للمدينة واحدة أخرى. أيوة. رحت للمدينة واحدة أخرى درت عندها جينيكولوج بان لي قال لي نحكي له الحكاية تاعي. أيوة. ومن بعد قلت له باللي أنا خفت يكون حرام. قال لي أنا ما نديرش حاجة حرام. أيوة. هو في آخر المطاف أنا باللي درت الإجهاض هذا ودرك الضمير تاعي يأنف فيا بزاف. حبيت ناخذ رأي المشايخ. طيب نجاوبك سيدة أم إسحاق. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم يعني. شكرا جزيلا. هلا سهلا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم للجزائر. تفضل شيخنا محمد. نعم. فقلت إذن هذه المبادئ ذكرناها تساعدنا في تعاملنا مع المناهج ومع المدارس الفقهية والدعوية المختلفة. الوهابية لا شك أن لها فضائل لا يمكن إنكارها في دعوتها كمدرسة، في دعوتها إلى التمسك بالسنة النبوية، في دعوتها إلى التمسك بالشريعة الإسلامية، في دعوتها إلى تنقية عقيدة الناس من الشوائب التي تشوبها. لا يمكن إنكار هذه الأمور إطلاقا، ولكن من باب الإنصاف دائما، ونفس القاعدة نتعامل بها مع الجميع، لأنه كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك فمجال الاجتهاد في الفهم في الفهوم هذا أمر متاح لأهل النظر، لمن يملك الإمكانات،
ولكن عليه أن يضع نصب عينيه جملة من الأمور. الأمر الأول أن لا يدعي أنه يملك الحق المطلق بين يديه. لا أحد يدعي يقول مدرسة من المدارس الوهابية ولا غيرها تقول أنني أملك الحق المطلق عندي، كل الحق، وغيري يملك الباطل أو على باطل. هذا أمر مرفوض. الأمر الثاني يجب أن كل مدرسة تقول أنا أملك جزءا من الحق وغيري يملك جزءا من الحق. الأمر الثالث أن المسائل القطعية التي نجدها في الكتاب والسنة التي وردت بصحيح النص وصريحه، يعني يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، لازم يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة وكلاهما صحيح، نقول هذه منطقة ممنوعة في الاجتهاد طبقا للقاعدة التي تقرر لا اجتهاد في مورد النص. حبيت نجيب الدليل، نجيب دليل من القرآن الكريم. ربي قال في أوائل سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الآيات المحكمات القطعيات الثابتة بنصوص قطعية ثبوتا ودلالة، هذه لا يمكن أن تكون محل نقاش أو جدل أو خلاف. فلا يختلف اثنان عن في أمر مثلا تحريم الربا أو تحريم الخمر أو القمار أو في مسائل القصر كما ذكرناها، أو لا أدري في عدد الصلوات وعدد الركعات، يعني أمور قطعية واضحة. والمبادئ الكبرى صلة الأرحام وطاعة الوالدين وغيرها، ماشي غير في هذا المجال. ولكن في الوقت نفسه نجد أنفسنا أمام دائرة أخرى، دائرة ثانية اسمها دائرة الظنيات. دائرة المتشابهات، هذه يدخلها أهل الاختصاص وأهل النظر فيختلفون في هذه الدائرة. ونأتي إلى قاعدة ذهبية في هذا الباب: لا إنكار في مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف. فالمسائل التي نجدها مطروحة في الدائرة الثانية، مش في دائرة القطعيات، في دائرة الظنيات، دائرة الاجتهاد، دائرة المتشابهات، فإذا اختلف العلماء واختلفت المدارس الفقهية أو اختلفت المدارس الدعوية فالحرج مرفوع تماما. أمر آخر يمكن أن يكون مجال للاختلاف وهو الوسائل، وسائل الدعوة تختلف تماما. نجد بعض الأمور المتفق عليها بين جميع المدارس، ولكن نجد مسائل خلافية في وسائل الدعوة. فالوسائل أيضا ما دامت هي مشروعة، على أن تكون مشروعة، لأن نبل المقاصد والأهداف يقتضي نبل الوسائل. فالوسائل يجب أن تكون مشروعة، لأنه لا نؤمن نحن في شرعنا بقاعدة ميكيافيلي يعني الغاية تبرر الوسيلة، لا، نقول الوسائل عموما مشروعة. وذكر القاعدة الفقهية الوسائل لا حكم لها، ولكن الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد والأهداف إلى آخره. فتختلف المدارس. فالوهابية من باب الإنصاف لها وعليها، لها إيجابيات لا يتسع المقام لشرحها، ولها بعض النقائص في بعض التشددات التي لا تقبلها المدارس الأخرى. ولكن المطلوب في النهاية هو التعايش ورفع الظلم ودفع الظلم بين هذه المدارس، والاعتراف بالجميل لكل مدرسة. بارك الله فيك، أحسن الله إليك شيخنا السعيد وبارك الله فيك. نجيب على محمد بن أضرار شيئا فشيئا، ولكن خلينا نستمع أيضا للسيدة أم إسلام من فرنسا. سيدة أم إسلام، السلام عليكم. مساء الخير أخي محمد. مساء النور، مرحبا بك. نشكركم على هذه الحصة كثيرا، أنني تعلمت منكم بزاف حوايج. الله يخليك. بغيت نهضر مع الشيخ سعيد من فضلك باللغة الأمازيغية. مرحبا، تفضلي سيدة أم إسلام. مساء الخير على الشيخ. مساء الخير على السلامة، مرحبا. كيني تفريد غطس الحصة يجي طس الحوايج تتعلم غزيك. الحمد لله الحمد لله. كيني فساعيون السؤال اللي يديرون جاي طس ثورا كيني ميه لك فغير الزرع ميه لك بنادم اللي كنا القبايل زيريا ماشي الكل لك نقان سعيا طبيعة ما يهلك بنادم سيني ون أسديني ون بلك ذي ما كديو في الدعوة سوق زكاة فهي يمسن في ناس من الناس موت
ومع داسين دعوسوني ما كيديو في الكاس. ما حكم هذا الشيخ كبرت فاهمه وكي خطيق القياطس وغفلاقي. ايوه ويون السؤال اللي غنخطى كيف نعدى نقول فرقازي وستنيا غير يفهميد الشيخ كمال بوزيدي بلي كي لقات في الفيديا هذا سميتها الصدقه باش ما كفر في السيالي فينا كنقول غا كني ما حنسى ما السنيه غير ورقازيو إني دا تفكري زي من ما سمع راح نفكري لا فامي خاص وسعينا راه ما خاص نفكري لا فامي. ايش مشيت تقول له مشيت تقول المقالثين قول له بليك والله العظيم تفهم بليك وقت سنيه غير باش يسعوا لا كارت دو ريزيدونس. ايوه من بعد حنصاد مازالوا حنيت غير الشيخ على السنيه. ايش ما الشيمياء شغل والسنيه يضرها ايغا طريق القيا نمزع فيكني ينيتها لهضور جرحنيه جرحن كم يزع فيكني ذاك بعد قول ناس والله ما سنيه غايت. ايش يارم ذيمانيم يارم سيدي ربي يلها السنياض هذه السفايدين غنمشي ثوالض كيف غير السنيه خاطر كوميم بزاف اسبوراوي و خلاص كمي تجاوب ما كمي تجاوب صحيح دا الشيخ يتساعدي غير ركازي وسا كايني يبغى يدي يهضر ما منسى ركازي مزوجه تفضل مرحبا على السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو اسلام سلام الشيخ سعيد كنا كنتسقسي في بافا إذا خام إذا لابارتمون هي ببري واحد 7 سنين هاكي 8 سنين هاكي الوقفني ميتي جيت 200 مليون لكن سوان فاسون الوقفني ميتي زوز دونك نعدل النوتير نخدم اكت داشا يخدمني كيش يظل في الناس خدمني كان دوناسيون هيبه باسكو دوناسيون تخلي صلاطاس الناس لاطاك لي فري لاطاكس دونك نخدم دوناسيون نلقي مكان سورا لابارتمون اللي فاس مدي فاس لابارتمون شي فاس في كاس عامين زادين مي غوفا عندي مقارن الحال يو انا في 5 سورا اف 5 كتجي 5 ايطاج دونك من بعد نسميك تالي عيال ولكن لابارتمون اللي شرات مدن دونك سورا غيدي قرا الشراء كون تسجلات الزان كاين ساكيني كايني دينا صح الشيخ لابارتمون اللي تينا غيدي تيني ديكوالتيني اتفق تاع شعيس سورا اول سين مكزافه ديني نروح هذا ولا النوتي راك تكسا غاين سورا كايني وزرا غير شاخذ ما يدس انت الفايز صح انت شاك فوا يتمناسي داك اللي خالد روحك تكسا دونك تاكيني اف 5 كايني فكتي السما يسالستا في السما ماذا كي تاكيز زكا كايني الحق نورمالمون الحق وزيد ما كنرا وراني دونك جيتي كتبروبوزا الناس الناس ما زالت تزاد تاكيني في تاكيني تشكرو انا خاطي انا تاكيني اتزاني وراش وحدين كنعزاد انا كني تزنزب ناس هذا خاطي يقبل دارا كوميم كاين تينا يدي الشمس حصور دي سوستاشا دي بانيرماني وسورا غاسايا سورا مازال كنقول الشيء هذا كيديني خاطي كاين واحد تدار في تدار في اسمه وما هو الحالات وما ترى في اسمه سورا غزرا انا مشي ناخذ ما يسشفين عليك مويد مستعمره واضح يقول يقول سلي من خطا حتى ديرها في سميس اما هو ياس انا جوسكو نوفيلول سورا شيخ عليه مويد مستعمره امشي راس خدمه ما شكا ولا استقرار ولا جاك انا كا اعطيكم صحه بارك الله فيكم الله يسلمك سلام وجاوب لهنا صحيت سي ابو اسلام معليش ممكن ما قلناش اسمه سي ابو اسلام ولكن شكرا للسيده ام اسلام وابو اسلام ونجاوبكم ان شاء الله. طيب نعود نرجع لخونا محمد نستكمل أسئلته من أضرار. محمد يسأل عن قراءة القرآن بصورة جماعية. نعم يا أخي محمد أذكرك بأمرين. الأمر الأول أن الأصل أن كل إنسان يقرأ بمفرده هكذا. أخي أحمد هناك وأنا هنا هو يقرأ يتمعن يتدبر وأنا كذلك يتفكر إلى آخره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات نقرأ بتدبر وهذا هو المطلوب. ولكن بالنسبة للقراءة الجماعية اللي اسمه الآن الحزب الراتب في الجزائر يا أخويا محمد هذه طريقة من الطرق اللي راهي موجودة مش فقط في الجزائر حتى في مناطق أخرى في بلاد المغرب العربي الكبير موجودة عندها مقاصد. يعني علماؤنا الأوائل شيوخنا الأوائل فكروا
في هذه الطريقة التي تمكن الناس اللي ما يقراوش من الاستماع لكلام الله عز وجل. هذا مقصد، وهو مقصد شرعي نبيل. والهدف الثاني والمقصد الثاني هو القراءة الجماعية تساعد على ترسيخ الحفظ الذي نعلمه بيقين يا أخي محمد. وأكيد أنت تعلم أكثر مني أنه كثير من الناس اللي حضروا الحزب الراتب يحافظون على القرآن الكريم، معنى القرآن اللي كانوا حافظينه ما ينساوهش. وفيه شهادة نذكرها على الشيخ من شيوخ التفسير المعاصر، والشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، زار الجزائر وهو قال أنه ما أدركت سر الحزب الراتب إلا بعدما اتصلت بأناس برواد المساجد الذين يحفظون كلام الله عز وجل ولا يملكون الثقافة التي تؤهلهم لذلك. معناها كلمة ما عندوش أصلا شهادات لا شيء، ولكن بحكم المواظبة على الحزب الراتب حافظوا على القرآن الكريم. إذن يا أخي هذا لا يضر. إذا كان الجمع أولى من الترجيح كما يقول علماء الحديث في باب آخر، على كل حال نستعين بهذه القاعدة. اللي بغى يقرأ وحده الله يعينه، ولكن اللي بغى يقرأ قراءة جماعية فهذا أمر ليس فيه حرج، بشرط أن تحترم الأحكام. بمعنى ماشي يقرأ هكذاك القراءة ذيك السريعة لا تراعي لا الوقوف لموجود الأحكام التلاوة، أحكام قراءة القرآن الكريم، هذا لا، هذا أمر مرفوض، وإن كان متساهل فيه في بعض المناطق، وأكدوا على ذلك. هكذا والفوا يقرأوا بالزاوية هكذا إلى آخره. ولكن الذي لاحظناه، وحتى أحيانا تبث يعني مجالس ذكر في القنوات، نسعنا منها قناة القرآن الكريم المباركة، نشوفوا كيف أنهم يحافظوا على أحكام التلاوة، قراءة جماعية متزنة ملتزمة بالأحكام ليس فيها ضرر. بارك. نعم. أحسن الله إليك. طيب الذكر الجماعي بعد الصلاة المكتوبة شيخنا السائل أيضا مما تعلمناه من شيوخنا، دائما نذكر، لأنه رب سبحانه يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك الحكيم يقول كن سابقا أو كن لاحقا ولا تكن ماحقا، فالفضل للسابق وإن أحسن اللاحق. شيوخنا الأوائل كبار الزمان فكروا في الآليات، في وسائل تعليم الناس الأذكار. أنا أعرف أناسا تجاوزوا 90 الآن يحفظون أذكار دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا، أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار وأدعية السفر، كان يلقنها للناس في المسجد، يقولها ويردها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يكرر هذا الذكر عشرات المرات في أوقات مختلفة. يقول هذاك الإنسان بعد ما يكمل الصلاة يقرأ هذا الدعاء اللي وصى فيه به النبي صلى الله عليه وسلم. يقال معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك لا تنسى دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علاش قلت يا أخي محمد هذا الكلام؟ باش نقولوا هذه مجرد وسائل. وزيد نقول لك حاجة أخرى: الذكر في الجزائر وفي منطقة القبائل بالذات، يعني كثير من الأحكام الشرعية وراحت بالذكر هذا. نأخذ مثلا الزاوية الرحمانية التي بالمناسبة رنا في أيام تاع الاحتفال بثورة نوفمبر. هذه الزاوية الرحمانية التي شاركت في جميع المقاومات بلا استثناء إلى غاية حرب التحرير الوطنية، كما يؤكد ذلك المؤرخون الجزائريون، أليس كذلك يا أحمد؟ صحيح. شارك. ومن خيرات هذه الزاوية الرحمانية كانت تعلم الذكر للناس.
الذكر. ربي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعلموهم بالعربية بالقبيلية وكذا. وهذه الأمثال والأشعار صارت تنقل من شخص إلى آخر ومن شخص إلى آخرين، فتذكر هذا الخير، تنقل هذا الخير العميم. إذن فهي وسيلة، ليس في ذلك حرج. الذي أراد أن يذكر الله وحده فهو حر. ما أنا حبيت نقول يا أخي محمد، لا نلزم الناس بطريقة واحدة. صحيح. لا نلزم الناس بطريقة واحدة. أنت إذا كان ارتحت باش تذكر ربي وحدك، اذكر ربي وحدك الله يعينك. ولكن غيرك وغيرنا إذا كان بغى يذكر ربي سبحانه جماعة يذكر ربي سبحانه جماعة، يتعلم وكذلك يعلم ما يعلم هو وما يحفظ هو، وينتشر الخير. ومجالس الذكر أيضا لها خير كثير لا ينكر. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله إليك. يسأل محمد عن إسبال الإزار بخيلاء أو بغيره. إذا كان بخيلاء كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة، نعم، فهذا محرم قطعا. اللي يسبل الإزار اللباس نتاعو الثوب نتاعو ويمشي تكبرا وبخيلاء، هذا أمر ممنوع شرعا، أي لا يجوز، وممنوع حتى من ناحية الأخلاقية، لأن هذه سمات الجبابرة، سمات الطغاة، اللي قال ربي سبحانه إنك لن تخرق في حق بعض هؤلاء، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا مرفوض شرعا بنصوص قاطعة في السنة النبوية الشريفة، وكذلك من ناحية التربوية من ناحية الأخلاقية. أما الذي يجر ثوبه يعني ليس بخيلاء، ليس بخيلاء هكذا، إما عادة، لأنه نروحوا العادة في الصحراء وفي مناطق كثيرة كاين اللي الثوب نتاعو يسحبوا في الأرض في الرمل وكذا إلى آخره. ما يجيش واحد في الأماكن تاع العاصمة وين كاين هذا حتى ليلك، حتى الطبيعة أو العادات أو الأعراف أو البيئة لها دور في تحديد طبيعة اللباس الذي يرتديه الإنسان. لذلك يا أخي العزيز ممكن الإنسان، اسمح لي إذا كان نتكلم عن التكبر، ممكن الإنسان يمشي على قدميه وهو متكبر، قلبه متكبر وليس وطاغوت، وممكن إنسان يمشي بسيارة فخمة جدا ولكنه متواضع يذكر الله عز وجل. إذن موضوع التكبر والخيلاء ما نربطوش بالمظاهر فقط، بالأشكال، ولكن حتى أيضا نربطه بالجواهر، بالمخبر. المخبر أولا وقبل كل شيء. نعم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك شيخنا السعيد وبارك الله فيك. نتمنى أخونا محمد من أضرار أننا أجبناك عن انشغالاتك، وشكرا جزيلا. طيب، إلى السيدة أم إسحاق، استمعت شيخنا السعيد إلى حكاية إسقاطها لجنينها الذي أثبتت التصوير الإشعاعي أنه مشوه. تقول أشعر بضمير يؤنبني، ولكن ما الحكم الشرعي فيما فعلت؟ نعم. طبعا أن تشعري بتأنيب الضمير هذا مظهر الصحة يا أم إسحاق، ربي يحفظك. طبعا أجيب في حدود الوقت اللي بقى لنا، ولكن نقول أنه في الفقه المالكي، الفقه المالكي قرر الآتي: يمنع الإجهاض من أول تلقيح وقع. ما نتكلموش على هذيك نتاع قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح إلى آخره. طبعا هذه مسألة مذكورة ومناقشة من قبل السادة الفقهاء، لا ننكرها. قلنا في مقدمة لقاء اليوم تحدثنا عن المسائل الخلافية، قلنا صدر الشريعة يسع هذه المسائل الخلافية، ولكن صدورنا لا يجوز أن تضيق بما اتسع له صدر الشريعة. ليس يا أخي أحمد؟ صحيح. الشريعة واسعة، صدرها واسع، حنايا ما نلزمش نضيقوا صدورنا ولا عقولنا. بمعنى إذا كانت مسألة خلافية بين الفقهاء نذكرها ولا نلحق أن نرجح. الإمام ابن تيمية رحمه الله من كتبه الجميلة الرائعة كتاب، وهو كتاب صغير يعني، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر في مقدمة كتابه أن العلماء الأعلام اختلفوا ولا يجوز أن يلاموا، اجتهدوا. من أصاب منهم له أجران، صحيح. أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إصابة الهدف، ومن أخطأ منهم له أجر الاجتهاد.
في كل الأحوال هو رابح في القضية. صح. ولكن لا يلام هذا أو يلام ذاك، ما دام ذلك العالم أو الفقيه استنبط أحكاما شرعية أو فتاوى من مصادر الفقه الإسلامي مستخدما في ذلك عقله وأدوات الاستنباط وقواعد الأصول المختلفة، الله يعينه. لذلك نقول هذه مسألة خلافية. نتكلم عن الفقه المالكي في حدود ما يتسع له الوقت، نقول الفقه المالكي يجرم هذا الفعل، لافورتمون، السغلينتافيست، الإجهاض لا يجوز. ماشي يقول كذا كان شهر ولا سمانة ولا سمانتين لا معليش، لا، هذا الأمر الأول لازم ننبهوا عليه. علاه؟ منطقيا يا أخي أحمد، هذاك اللي عنده السمانة في كرش يماه في بطن يماه يجي نهار يولي عنده 9 شهور ويجي كما جينا احنا كامل. صحيح. والشريعة تقرر حماية حق الإنسان في الحياة وهو ضعيف، لأنه الجنين في بطن يماه ما يقدر يصقي ولا يصرخ ولا يعيط ولا يقول انقذوني، ما يقدرش. شكون اللي يحميه؟ تحميه الشريعة، تعطي له حماية على الشريعة. حتى أباحت الإفطار لوالدته علاه باش هو يكون يعني في راحة أكثر، حفاظا عليه. إذن كل ما يحقق هذا الهدف، يعني حماية حق الجين في الحياة، مقرر في شريعة الله عز وجل. لذلك الإجهاض حرام، لافورتمون ممنوع شرعا وممنوع من ناحية القانون. في قانون العقوبات كان مواد قانونية تفصل في هذا الموضوع. طيب يا سيدي، نرجع الآن تشوهات. أولا يا أختي أم إسحاق، ممكن ليكوغرافي هذه تخطئ، هذه دارها بشر واللي يسيرها بشر، ممكن تخطئ. وعندنا حالات من هذا النوع. أذكر قصة وإن كان ذكرتها في يوم من الأيام، معلش في الإعادة إفادة. واحد من العلماء استفتاته واحد امرأة في الإجهاض، قالت له هل يجوز باش أجهض نفسي، ولكن لأنه مشوه كذا كذا. هو هذا العالم افتلها بعدم الجواز، قال لا يجوز. بعد مدة زاد هذاك الطفل الحمد لله بصحة جيدة ما شاء الله، وباباه صوره، دار له صورة وبعثها لهذاك العالم، وخلف الصورة كتب له بلسان هذا الطفل، يعني قالوا أشكرك سيدي أن أنقذت حياتي بفتواك. هذه قصة أخرى حصلت هنا أيضا في الجزائر، في وسط الجزائر. ليكوغرافي ظهرت بأن البنت هذيك مشوهة، كما قالت لي الوالدة نتاعها، قالت بلي كأنها وحش، تشوفها في ليكوغرافي كأنها وحش. وطبعا هناك من نصحها بالإجهاض دير لافورتمون. النهار اللي زادت طبعا الفتوى اللي اعطيناها بعدم الجواز، النهار اللي زادت ما شاء الله عندها شعر الله يبارك طاح على وجهها وهي مثل القمر، ما عندها ولا تشوه ولا شيء. علاش ذكرت هاتين القصتين؟ باش نقول بالخطأ في ليكوغرافي ممكنة. قد يرد علينا شخص يقول لا احنا عندنا ليكوغرافي أكثر من مرة ثابتة قطعية. نقول لك ما الذي يمنع؟ يعني يا أخي ربي سبحانه يبتلينا. صحيح. إذا كاين اللي مرض وعنده عام أليس كذلك؟ كاين اللي يمرض عنده 20 سنة، كاين اللي يمرض عنده 50 سنة، كاين اللي يتشوه بعد ما وصل 70 سنة، صار له مصيبة ويتشوه، أليس كذلك؟ صحيح. وكاين اللي يتشوه وهو في بطن يماه. احنا واش دخلنا؟ ربي سبحانه قال في القرآن الكريم ونقر في الأرحام ما نشاء. سبحانه جاب لي ربي هذه الآية كافية. ربي قال لازم ننتبه، ونقر في الأرحام ما نشاء، يعني ما كاينش إنسان يستشار في هذا الموضوع. صحيح. مرحبا باللي أعطى الله. لذلك الإجهاض يا جماعة الخير هي كما في آخر تقرير قرأته عن منظمة الصحة العالمية تحت عنوان الإجهاض نقطتان مجزرة بشرية. ملايين من الأرواح التي تزهق وتحرم من حقها في الحياة بدعوى التشوه وكذا، وحتى الحمل المرغوب غير المرغوب فيه، حتى أحيانا ماهوش مشوه. المرأة عندها 4 ولا 5 دراري ما شاء الله يلعبوا قدامها وراهي حامل، وتقول كيف عندي 4 5 بزاف عليا ما نقدرش نربيهم ولا نعلمهم ولا، خلاص ما دام تشكل في كرشك خلاص عنده حق الحياة والشريعة تحميه. واللي دار هذا الشيء يا أختي الكريمة الرجاء تواصل معنا يعني خارج الحصة باش نعطيوها بعض الأحكام الشرعية الفقهية الأخرى. أول حاجة التوبة، توبي بينك وبين ربي يا أم إسحاق وربي سبحانه يقبل توبتك. رقم 2 شوفي زوجك لأنه هو صاحب حق، إذا كان سمح لك خلاص يعني التوبة تجزي إن شاء الله تعالى. وعليك أن تكثر من الطاعات
وهذا القدر كافي إن شاء الله، ونسأل الله لك التوفيق وللجميع. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. طيب سيدة أم إسلام من فرنسا وسيد أبو إسلام، شيخنا رجاء نجاوبهم على لأن الوقت يداهمنا. تفضل. أم إسلام من فرنسا، بالنسبة إمام ولتما مرامين يعني أثن وين مثضر المصيبة غاسين ذي ما سيتي ديوثن سي القاعة سوق زكا وقوري الصحراء ماشي تسيدت ذا ربي سبحانه يدي تساكنين يقفغا أمذاني تخبير ربي يدبر يمكن قار مرحبا ستيك شي ربي أولا كي ترجم دول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. ثم إلا أمذانني يخدمس الخير يماس يخدمس الخير يماس من بعد شو سيضر عند المصيبة هيني ديوسان مرحبا ربي نيك يكون جرفا إما المصيبة كيفغا أغي جرف ربي سوين كيفغا ماشي سوين نفغا أغي جرف ربي ملمي كيفغا ماشي ملمي نفغا أغي جرف ربي أكني كيفغا ماشي أكين نفغا في كذاكي ثلاث القواعد كي من فهميثت أنفهم ثمسة تقوم يقارن عقيدة القضاء والإيمان بالقضاء والقدر تقول تم زواروث في سنة ما إلا يونوري خدمة الخير يماس وري خدمة الخير يماس يعصات دي الدونيث وكذا في نظر ربي سبحانه في عسى في حسبا يا رسول ربي يضرب السمح ويوم القيامة غادي يسخر بي مس باش تستعفوا هو ربي يسقي الدوني ثاني يخدم أي نفطر ضي مس دي الآخر ذا شو يزماس يخدم وثقي الحمد لله ذي الخير مقارن ذي الدين النغ وين تعيشين ذي الدوني في الزمان ينفعون يموت ذي الآخر أثي ينفع دعوة الخير أسي تك دعوة الخير يماس في السناث يزمار يصدق صدقة الجارية أسيفنو الجامع ما يزمار غادي يشارك في الجامع أدي والسيمان غرمل غادي والزان كذا أثينوي في يماس تجي تسرقان الحسنات ريوضن يماس هذه تصدق فلاس هذه تساكي يلين الفقراء يوجيلن في الروح جماس ما يسوي سيدي رباس ديال الحجة استهدوا يماس مد حجارة ما يسوي سيدي رباس ديال العمرة استهدوا يماس في كذا مرة تسرقوا للحسنات أريف كميس إيماس نغيليس إيماس ما إلا مثل نثني عصانتن دي الدول نثنسن ولكن باش أدريني أدكاثن سوق زكا الميثين ودكاثن را سوق زكا أسقسي وسين سؤال ثاني كفارة اليمين أو تماميني الشيء اللي قالك زوجك ديري له هذا ما كان سورته ذكرها يسمع ثم باش يفرح إن شاء الله خدمة ساشوم دينا ورقازيم غاس مخلف دوقاين نظن معليش النبي صلى الله عليه وسلم يناد لا ضرر ولا ضرار ماشي ما يذرك من ذيوث تمسالت كميني درض تصار اسين كيني هذا الخدمه درض تصار يدي تمسالت كي خاطي خدمه ساين مديناكا المقيله ثاقي مثل قولك من ديثا الدكتور كمال بوزيدي الله يذكره بالخير اتخدم كفاره اليمين كفاره اليمين راهي موجوده في سوره المائده الايه 89 تلقاها فيرسي 89 قرايها تلقاي ثم اش تفضل 89 اتفضل يا اما اتشطب 10 يجليلا نغمولاش تنتصلصل نغمولاش اتزمد زمير دارا اتزمد 3 ايام يعني تسدوكل نتفرقض ولكن مادام الكفاره مشطوح يعني ما تفكر 100,000 الله يبارك من كل يوم في كاس 10 شو 10 خاطر اذا ذكر العدد في القران او في السنه وجب احترامه لازم يحترم 10 يقليلا اسن تفكر مثلا 10,000 سيدري من نغذينا غور دي فرنسا قيس الفاضور ايون ذي 10 يسن ذايا بلا ما توزم بلا وذي قبل ربي فلام وربك متحسبها. اما بالنسبه لابي اسلام خويا العزيز فافاكي زنزاك خام العقد تم خلاص العقد تم مادام الزنزاك يجوز للابي باش يبيع سكن لوليده هذا امر مشروع ولكن مادام درتوه في شكل هبه اذن هذا امر مشروع ربما لتفادي بعض الرسوم وكذا هذا امر مشروع يعني صح. ليس في ذلك حرج المهم ان عقد البيع صحيح مادام انسى الزنزاك فافاك العقد ذاكي يلاقى في قدر فافاك سمكتيثيد باللي ربي سبحانه ينادي القران الكريم سوره المائده سوره الثوره لا يثم زواروث يناد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المعنى ربي هضر المؤمنين قارئ ناس لقص طبقا من العقود نون أتوفي مثل العهود نون وربي ناد في سورة قاف الآية 18 يناد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أرجزي توطف سجيل سكر سيضي ذاك يزنزاك دايم ثم يقول هذا نسي ساعة اف 5 كيميطاج ناكتر 5 كيميطاج وكذا وكذا قروايض شينا قال كذا السكرة ذا خامجة تعشريس ذي لحقيه ثم ما يلا مي كفاو كرايا جيني استفكضي ذاك نسي كيف كخامني اف 5 كني ولا شيء سوقور
خاطر ذي لحقيش وخامن ذاين ذي لحقيه مي باين لها كي حرم غادي يخدم لي مناسكي وري سعر الحق غادي يخدم اين يديقار فورا شو قالك دينا النصيحه غير ما استفضوا قادي في سنن يمدوكاليس خاصه اسينا كيهضو ربي زنزضي ميك وتسوغ هذا الكوال خاطر شرع سيدي ربي في قبيله لو كان دوناسيون هبه كان وحدس يفكا يونر يفكا روايض يجوز الرجوع ديس بشروط ولكن ما دام ثقي عقد البيع ورسالة الحق الرجوع. نعم. الله يعطيك الصحة. شكرا جزيلا سيدنا الشيخ وأحسن الله إليك. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن جميع أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. إلى سكيكدة سيدة أم خالد. النور. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. أنا حبيبي ولدي أنا حجيت العام اللي عدى. أيوة. وجيت من عرفات حتى المزدلفة. أيوة. بصح وصلت دخانة ما على باليش في غيبوبة. ما صليتش المغرب والعشاء حتى روحت المينن وعاد هذيك الساعة صليت. درك أنا نطلب واش من عندي إذا كان عندي هدية ولا واش عندي. أيوة. سمعتيني؟ واضح الحاجة أم خالد. أنا جيت دخانة دخت ما على باليش خلاها هبطوني في كروسة دايخة. الله يهديك. ما صليتش المغرب والعشاء حتى روحت المينن وعاد هذيك الساعة صليت. واضح الحاجة أم خالد. ودعيتي لنا شوية؟ نعم. دعيتي لنا شوية هذاك الوقت؟ نعم. هل دعيتي لنا السيدة أم خالد؟ للمؤمنين الكل إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله يقبلوا على كل مؤمن ومسلم إن شاء الله يا ربي. الله يبارك فيك الحاجة أم خالد. شكرا. عشان أنا ما صليتش المغرب والعشاء. روحت المينين وعاد هذيك الساعة صليتهم. حاضر الحاجة نجاوبوك إن شاء الله. بارك الله فيك سيدة أم خالد. عندنا طيب نجاوبوا سيدة أم خالد شيخنا السعيد تفضل. أم خالد وأن ربي يتقبل الحجة نتاعك أولا هذه رقم واحد إن شاء الله بالعودة لك ولجميع حجاجنا الميامين اللي رجعوا إن شاء الله بخير واللي ماتوا منهم ربي يرحمهم واللي ما حجوش إن شاء الله ربي يوصلهم إلى تلك البقاع المقدسة يا رب. أما الشيء اللي صار لك يا أختي الفاضلة طبعا المفروض أنه في المزدلفة توصل المغرب والعشاء جمع التأخير قصرا ولكن أنت عندك ظروفك وإحنا عارفين ظروف يعني الحج خاصة في هذه السنوات الأخيرة مع الازدحام ويحصل مثل هذا الشيء حتى شباب كان لي يحصل لهم الدوخة وكذا إلى آخره وأنت دختي ومع ذلك بولا شيء حتى وصلتي الميناء الحمد لله وقفتي بعرفة جبتي الركن تاع عرفة ووقف بعرفة الله يبارك الحج عرفة وراكي وصلتي المزدلفة وصلتي الميناء وصليتي المغرب والعشاء في ميناء قضاء ليس عليك حرج يعني حجك إن شاء الله صحيح ربي يتقبل ما عليك ولا شيء لا هدي ولا دم ولا فدية ولا شيء ربي يتقبل إن شاء الله. شكرا الحاجة أم خالد أحسن الله إليك. طيب إلى البليدة الأخت فلة. السلام عليكم. معليش أخي مقدم سؤال ومحيرني بزاف. لا معليش أخت فلة رفعي صوتك فقط. بركة شوية مقلقة هذا مكان. أنا الزوج تاعي طلقني برسالة في الهاتف. هذا الطلاق يكون صحيح ولا مش صحيح وراني في قضية حياة أو ممكن يعني تساعدوني نحكي زي ما نحكي حكاية تاعي لأحد المشايخ ذلك يعطيني فيها حل. طيب أخت فلة خلي رقمك الهاتفي عند زملائنا إن شاء الله. ماذا بيا تساعدوني في أقرب وقت الله يحفظك. اليوم بعد الحصة. اليوم إن شاء الله شيخنا السعيد بعد الحصة يتواصل معك ورب إن شاء الله يوفق لما فيه الخير. إن شاء الله. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا سيدة فلة. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. شيخنا السعيد ليس استحداثا للموضوع ربما وليس إجابة مباشرة عن أخت فلة ولكن حديث الزيجات الجديدة التي لم تعمر ربما عام أو عامين والطلاق وأحيانا بالهاتف النقال اللي كنا نحوس على أدب الاستئناس فيه ربما حاجة ميثاق غليظ يفض هذا الميثاق عن طريق رسالة نصية عبر الأسماس. سبحان الله العظيم يعني هذه من الاستخدام السيء
للهاتف النقال. المفروض ينقل الرسائل الإيجابية، يزرع الأمل والتفاؤل ولا يزرع الحزن والكآبة، ولا يكون وسيلة لإصدار حكم الطلاق، حكم الطلاق اللي هو أبغض الحال عند الله عز وجل. ذكرت في كلامك يا أخي أحمد أن الزيجات هذه الجديدة حقا نفوت رسالة للأزواج الجدد. تفضل. إذا كان في مكالمة وقفني في أي لحظة. تفضل. أنه دائما يا أخي أحمد أنت عارف يعني رجل مع المرأة يتزوجوا في اختلاف في البيئة، صحيح، اختلاف في العقليات، صحيح. الذهنيات، صحيح، اختلاف حتى في المستوى الثقافي، صحيح، اختلافات كثيرة يعني عادات وأعراف، كل واحد جاي من عالم يعني. من عالم. المفروض خاصة في البداية، لذلك حتى علماء الاجتماع اللي دارسين ظاهرة الطلاق هذه يؤكدون على أنه الطلاق يحصل كثيرا في السنوات الأولى، خاصة في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه هذه الاختلافات اللي موجودة بيناتهم ما يعرفوش يسيروها. المفروض في هذه المرحلة كل واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، شوف التوجيه النبوي، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ماشي المرأة نتاعو يكون عندها بالك 100 حسنة يكون عندها 5 سيئات وينسى كاع هذوك الحسنات، يشوف غير هذوك السيئات ويكبرها ويجعل من الحبة قبة إلى آخره، وبعدين لا يجتهد في تجاوز العقبات ولا في حل المشكلات بطريقة ودية، مباشرة يلجأ إلى الحلول السهلة، يعني فروا على طول طلاق. وبعضهم يطلق بطريقة مخالفة تماما للشريعة اللي يسموها الفقهاء الطلاق البدعي، يطلقها 10 مرات في اليوم ولا 33 مرة. هذا كله مخالف لشريعة الله عز وجل. 3 مرة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له فلان طلق مرته 3 مرات برك، يعني 3 طلقات في جلسة واحدة في مجلس واحد. قال لهم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق 2 مرات، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لذلك هذا توجيه للشباب اللي متزوجين جدد، نقول لهم الله يهديكم، روحوا بالعقل. الحياة الزوجية راهي طويلة وكبيرة وتسعفوا، وهذيك المشاكل من خصائص الحياة، من خصائص الحياة. بالعكس هذيك تقوي العلاقة بينكما وتعطي لكم نوع من التدريب العملي باش تواجهوا مشاكل الحياة. الآن الجواب نقول لك هذه الرسالة يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق. هذا واش نقدر نقول، وإن شاء الله يكون فقط طلقة واحدة مع يكون طلاق رجعي. يجوز لك أن يرجعك، يجوز له أن يرجعك بلا عقد ولا مهر جديدين في فترة العدة، والتفاصيل بعد الحصة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لشيخنا وأستاذنا الدكتور سعيد بويزري على ما تفضل به هذه الحلقة. غدا بحول الله يلقاكم الحاج محمد واشم. السلام عليكم.